السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن موضوع من المواضيع المهمة جدا والشيقة جدا واللي محتاجة ان انت تركز معانا، البلاد جازز او بمعنى ادق ABG Arterial Blood Gases. امتى نعمل تحليل غازات الدم؟ بنسحبه منين؟ ايه هي الشروط ونوع العينة؟ وازاي نفسر التحليل؟ وايه هي البارامترز او ايه هي مكونات الارتريال بلاد جازز؟ ركز معايا ويلا بينا. تحليل غازات الدم دايما من التحاليل المرتبطة بالحالات الطارئة، حالات الطوارئ أو الإرجنت. دايما بنعمل تحليل غازات الدم في حالات زي إيه؟ حالات لها علاقة بغازات الجسم، الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، فدايما ترتبط بحاجة اسمها COPD أو الانسداد الرئوي. في حالات النقص الأكسجين زي الهايبوكسيا، في مشاكل رئة. ممكن حاجات ترتبط بحاجات اسمها الميتابوليك، الحاجات خاصة بالبناء والهدم. زي ما قلنا، يبقى امتى هنعمل تحليل الاي بي جي او غازات الدم؟ في حالات زي ما قلنا، حاجات اللي متعلقة بالغازات، نقص الاكسجين، زيادة ثاني اكسيد الكربون اللي هي ممكن نقول عليها حالات الانسداد الرئوي. حالات اختلال التمثيل الغذائي زي ما قلنا برضو، يحصل زيادة في الحموضة بتاعة الدم او نقص في حموضة الدم. في حالات اللي هي الدي كي اي اللي هي الديابيتس كيتو اسيدوزيس، دي حاله من ضمن الحالات. ممكن تكون مشاكل زي توقف عضلة القلب، وعايزين نشوف ايه الدنيا في الموضوع ده. حالات التسمم المفاجئ، كل دي حالات ممكن نحتاج نعمل فيها ABG Arterial Blood Gases. أهمهم تغير الإس الهيدروجيني، دخول المريض في حالات كوما بسبب نقص الغازات زي الأكسجين وانسداد الرئوي وكل هذه المشاكل. دي هي الأسباب اللي ممكن تواجهنا عشان هيطلب تحليل ABG. نوع العينة وبنسحب منين؟ بنحتاج في عملية البلاد جازس إن احنا نسحب عينة على أنبوبة، ولكن هبارين. اسحب في انبوبه؟ لا، الجمله دي غلط. ده المعتاد بالنسبه لك انت بتسحب على انبوبه. لا، في حالات البلاد جازس انا بقيس في البارامترز بتاعتنا غازات، فانا ما ينفعش الدم يخرج من الوعاء بتاعك الدموي اللي هو في الحاله بتاعتنا ارتريال يعني شريان ويتعرض للهواء عشان المعتاد بتاعك كده. لا، في اللحظه دي انا بسحب العينه من الوعاء الدموي اللي هو الشريان مباشره على السرنجه. السرنجه دي بتكون بنسميها متهبرنه، يعني بكون ساحب كميه من الهيبارين اللي هي الانتي كواجولنت بتاعنا في السرنجه بتاعتنا المعتاده، واسحب بيها مجرد منين؟ من الشريان. الشريان اماكن كتير، ولكن اكتر مكان معروف اماكن اللي هي في منطقه الرزق. بحس الوريد عند الصابع الكبير هنا، حس الوريد الشريان بقى، حس الشريان بتاعك هتلاقيه طبعا الشريان نابض، فانت بتحس الشريان بينبض وبتدخل بزاويه تقريبا اقرب لل90، بزاويه شبه عموديه. طبعا انت مش بنقيس بالمنقله، لا احنا بنقيس بشبه عموديه، على عكس الدم الوريدي لما باجي اسحب من الفي. طيب، السرنج هتتهبرن، هدخل في الشريان بتاعي بعد ما احس اتجاهه. وخلي بالك عشان الشريان لما بتخترقه لو حصل اي خروج للدم هيبقى كميه الدم كبيره جدا، على عكس الوريد بيغلق بسرعه. طيب، هسحب بالسرنجه المتهبرنه اللي انا ساحب عليها هيبارين. الهيبارين ده زي اللي موجود في الانبوبه الخضراء، ولكن هنا بجيب انبول هيبارين واسحب منه شويه في السرنجه وافضيهم تاني، ويبقى الانبوبه السرنجه كده اسمها متهبران. بسحب من الشريان اللي موجود في منطقه الرزغ. يبقى كده عندي السيمبل بتاعتي عباره عن هول بلاد على انتي كواجولانت هيبارين. السرنجه من الشريان مباشره تخرج بتدخل على جهاز البلاد جازس. انا كده عندي السيمبل وصلت لها. امتى السيمبل دي باخدها؟ اخرج من الشريان مباشره، ما اسحبش السرنجه شويه لجوه زي ما معتاد ان انا اسحب السرنجه وانا بسحب من البلاد العادي في الفين. لا، السرنجه مجرد ما خرجت من الشريان ما اسحبش السرنجه الاخر عشان هدخل غازات، هدخل اكسجين وثاني اكسيد الكربون، فهبقى كده بوظت العينه. لا، انا بخرج من الشريان ما بسحبش هواء، بدخلها على جهاز الغازات مباشره. لو هسيبها لمده 15 دقائق فقط بكون حاططها في تلج، عشان دي بريكوشنز او احتياطات مهمه جدا في الارتيريال بلاد جازس او في البلاد جازس عامه. يبقى خرجت بالسيمبل اللي هي هول بلاد اللي هي من واسطه سرنجه متهبرنه، سحبت من الشريان الرزغي في اماكن تانية اخرى كتير على الجهاز بتاعنا اللي هو البلاد جازس. ايه هي مكونات تحليل غازات الدم او الارتيريال بلاد جازس؟ ركز معايا وهقول لك، بس ركز واكتب ورايا. هنا بارامترز، انت هتحقن العينه في الجهاز هيطلع لك 5 بارامترز، 5 مكونات كومبوننتس معاك، انت المفروض تفهمهم تعرفهم وتعرف تفسرهم وتعمل انتربريتيشن علشان تحدد المشكله فين. تعالوا نتعرف على البارامترز بتوع البلاد جازس. ايه اللي ممكن يطلع عندنا في التقرير بتاعنا؟ اول حاجه، وركز معايا جدا، اول حاجه في الريبورت بتاعنا او بعد ما نحقن العينه بيطلع لنا الريبورت او البرنت ان اللي طالع من الجهاز محتوي على 5 حاجات. اول حاجه منهم البي اتش، الاس الهيدروجيني، درجه حامضيه الدم.
النورمال بتاع البي اتش بتاع الدم بتاع الانسان الطبيعي من 7.35 الى 7.45، يعني شبه متعادل، نيوترال، شبه متعادل، يميل الى القلويه شويه بس هو نيوترال، 7.35 الى 7.45. خلي بالك من المصطلحين دول، لو البي اتش قل عن 7.35 بنسمي الحاله دي ايه؟ الدم هنا في اللحظه دي ايه؟ انت عارف، اسيدوزس، يعني الدم حمضي. طب لو النتيجه طلعت اكبر من 7.45 بنسمي الدم ايه؟ زي ما انت بتقول برضه الكالوزس، يعني الدم قلوي. هو بين الرينج ده يكون نيوترال، يكون النورمال. ده البي اتش بتاعنا، ده اول بارامتر. طيب تاني بارامتر، في اتنين متعلقين ببعض، بنقول البي اي او 2. البي او 2 اللي هو الضغط الجزيئي لايه؟ للاكسجين. الضغط الجزيئي للاكسجين يعني ايه؟ هقول لك كمان شويه. طيب في واحده كمان رقم 3 من البارامترز، البي سي او 2، الضغط الجزئي او الجزيئي لثاني اكسيد الكربون. ادي كده عندنا 3 بارامتر. ايه الضغط الجزئي او الضغط الجزيئي للاكسجين وثاني اكسيد الكربون؟ اللي هي كميه الاكسجين، كميه الغاز الذائبه في الدم. ودي بتعبر عن حاجه مهمه جدا، خلي بالك. ايه هي الحاجه دي؟ ان بتعبر عن مدى كفاءه الرئه. بتعبر عن مدى كفاءه الرئه ليه؟ انا بقول لك كميه الغاز سواء ثاني اكسيد الكربون او اكسجين المذاب في الدم. فكل ما يكون كميه اكسجين طبيعيه المذابه في الدم يبقى الرئه دي قايمه بدورها، سواء في كميه اكسجين كويسه او ثاني اكسيد الكربون في النورمال بتاعه. بتخرج اكسجين، بتخرج ثاني اكسيد الكربون وتحافظ على الاكسجين وتدخله. فدي كده الضغط الجزئي معناه، علشان في واحده هتيجي هقول لك فرق بينهم. ركز معايا في المصطلح اللي هقوله ده. احنا قلنا بي او 2 وبي سي او 2. خلي بالك الضغط الجزئي لثاني اكسيد الكربون اللي هو البي سي او 2 بنقول عليه ريسبيراتوري ماركر. يعني ايه ريسبيراتوري ماركر؟ له دلاله خاصه بالتنفس. خلي بالك عشان كمان شويه لما نيجي نعمل انتربريتيشن هتفهم يعني ايه ريسبيراتوري ماركر. ريسبيراتوري ماركر ده اللي هو الايه؟ البي سي او 2 اللي هو الضغط الجزئي لثاني اكسيد الكربون. طيب احنا لحد الان قلنا 3 بارامتر وكنا قايلين ان هم 5 بارامتر، لسه في 2. ايه هم الاثنين بتوعنا؟ واحده كمان مهمه جدا بنسميها الميتابوليك ماركر. زي ما في ريسبيراتوري ماركر خاص بالدلاله بالتنفس، في ميتابوليك خاصه بالبناء والهضم زي ما كنا بنقولنا دواعي عمل التحليل. ايه هي الميتابوليك ماركر اللي انا لسه ما قلتهاش؟ اللي هي الاتش سي او 3. الاتش سي او 3، الاتش سي او 3 اللي هي البايكربونات. البايكربونات دي ماده قلويه، عشان انا من شويه قلت السي او 2 الغاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو الريسبيراتوري ماركر. الريسبيراتوري ماركر اللي هو البي سي او 2 ده غاز، وغاز ثاني اكسيد الكربون غاز حامضي. خلي بالك من المعلومه دي برضو عشان لما نيجي نعمل انتربريتيشن يبقى انا عندي السي او 2 غاز ثاني اكسيد الكربون غاز حامضي. وعندي الاتش سي او 3 الرابع بارامتر اللي هي البايكربونات ماده قلويه اللي هي بنسميها الميتابوليك ماركر. اكتب الكلام ده كويس. سي او 2 غاز حامضي بنسميه ريسبيراتوري ماركر. ال HCO3 البايكربونات دي ماده قلويه بنسميها الميتابوليك ماركر. لحد الان كده معانا 4 بارامترز. امال ايه الخامس بارامتر؟ خامس بارامتر لو انت فاكر ايام كورونا كان في جهاز كده بنحطه على صابع المريض عشان يعمل حاجه اسمها اوتو ساتيوريشن او السات O2، نسبه التشبع بالاكسجين. ايه ده؟ كان في من شويه حاجه اسمها كميه الغاز المذاب BO2. ايه الفرق بين البي او 2 نسبة الغاز المذاب من الأكسجين وبين الساتيوريشن؟ إيه التشبع بالأكسجين؟ في فرق بينهم؟ في فرق. هناك كنا بنقول كمية الغاز المذاب في الدم كله كان بيعبر عن كفاءة الرئة إن هي تقوم بدورها، ولكن الساتيوريشن اللي هي خامس بارامتر من ضمن البلاد جازز اللي هي السات او 2 او الساتيوريشن او 2، الخامس بارامترز ده هو ايه؟ نسبة تشبع الهيموجلوبين. انا عندي باخد الاكسجين بيدخل يذاب في الدم، ده اللي هو الضغط الجزئي بتاع الاكسجين او ثاني اكسيد الكربون. انما الساتوريشن هي كميه تشبع الار بي سيز وبما فيها من محتوى اللي هو الهيموجلوبين. يبقى ده كان الفرق بين الاوتو ساتوريشن والبي اي او 2 اللي هو الضغط الجزئي الخاص بالاكسجين، وده قلنا كميه الاكسجين المذاب في الدم. بينما الساتوريشن هي نسبه تشبع الاكسجين لكرات الدم الحمراء. الاكسجين بيرتبط مع الهيموجلوبين اللي جوه كرات الدم الحمراء، هي دي النسبه الخاصه بالساتوريشن او مدى تشبع الار بي سيز او الهيموجلوبين بالاكسجين. تعالوا نقول النورمالات علشان لما ندخل كمان شويه على خطوه الانتربريتيشن عشان نعرف نفسر البلاد جازز نبقى عارفين نفسرها ازاي. اول نورمال خاص بالبي اتش زي ما قلنا اول بارامتر اللي هو البي اتش، وقلنا من شويه النورمال بتاع البي اتش الاس الهيدروجيني بيكون من 7.35 لحد 7.45. اقل من 7.35 زي ما قلنا من شويه اسيدوزس، اكتر من 7.45 زي ما قلنا من شويه برضو يبقى العينه او الدم الكالوزس. النورمال ما بين ال 35 ل 45، ده اول نورمال.
تاني نورمال زي ما قلنا من شويه اللي هو البي اي او البي او 2، الضغط الجزيئي بتاع الاكسجين بيكون من 75 لحد 100. النورمال بتاع البي اي او البي او 2 اللي هو الضغط الجزيئي من 75 ل 100 ملم زئبق. الضغط الجزيئي بتاع ثاني اكسيد الكربون اللي هو البي سي او 2 بيكون من 35 لحد 45 ملم زئبق. ادي كده 3 نورمال، عشان لما نيجي نعمل انتربريتيشن محتاجين نكون حافظين النورمالات. بعد كده عندنا ال HCO3 اللي هو الماده القلويه زي ما قلنا اللي هي بنسميها الميتابوليك ماركر. بنعيد تاني، النورمال بتاعها من 22 لحد 26 تكون نورمال. طيب رابع او خامس ماركر او خامس بارامتر اللي هو الساتوريشن بتاع الاكسجين، نسبه تشبع الاكسجين بالاكسجين بتكون نسبتها النورمال 95 لحد 100 نسبه مئويه. يبقى كده دول خمس نورمالات. البي اتش تاني على السريع من 735 ل 745. البي او 2 الضغط الجزيئي الاكسجين بيكون من 75 ل 100. البي سي او 2 من 35 ل 45. الساتوريشن بيكون من 95 ل 100. والاتش سي او 3 من 22 ل 26. دول الخمس نورمالات ودول الخمسه بارامتر اللي موجودين معانا في البلاد جازز. تعالوا نعمل انتربريتيشن مع بعض وركز كويس جدا علشان تفهم العمليه كلها. يلا بينا. علشان نعمل انتربريتيشن لازم نكون عارفين النورمالات، ودي قلناها من شويه. حطها قدامك وابتدي شوف النتائج اللي طالعه لك وقرر. انت عندك دايما الموضوع او اول نقطه بنبص عليها دايما هي البي اتش، وزي ما قلنا من شويه البي اتش من 735 ل 745. اقل من 35 بنقول على الحاله دي اسيدوزس، واكتر من 45 بنقول على الحاله دي الكالوزس، ان الدم قلوي او حمضي. وقلنا في جزئين مهمين جدا وسميناهم شويه اسماء من شويه. قلنا عندنا غاز السي او 2 وهو غاز حامضي، يبقى اذا اللي هيحدد الحمضيه بتاعه الدم هو السي او 2. وكمان اللي هيحدد القلويه الاتش سي او 3 اللي هو البيكربونات المركب القلوي، واللي قلنا النورمال بتاعه من 22 لحد 26. دول المركبين اللي هيتحكموا في العمليه بتاعتنا. طيب عشان اقول ان في مشكله يبقى عندي زياده او نقصان، اما حمضيه اما قلويه. طيب بنقسم الموضوع ده عندنا بنقسمه لحاجتين، اما اسيدوزس اما الكالوزس، وده عرفناها من البي اتش. طيب الاسيدوزس والالكالوزس بيتقسموا لجزئين، اما بنقول ميتابوليك اسيدوزس او ريسبيراتوري اسيدوزس. نفس النقطه في الالكالوزس، اما بنقول ميتابوليك الكالوزس او ريسبيراتوري الكالوزس. اللي هيحدد كلمه الريسبيراتوري والميتابوليك اللي قلناهم من شويه فاكرين ماركرز، قلنا على الاتش سي او 3 هي الميتابوليك ماركرز. يعني لو المشكله فيها يبقى ساعتها بنقول ميتابوليك، اما ميتابوليك اسيدوزس اما ميتابوليك الكالوزس. طب لو المشكله عندي في الريسبيراتوري ماركر اللي قلناها من شويه اللي هو السي او 2، يكون ساعتها هو اللي هيحدد ان كانت هي ريسبيراتوري اسيدوزس ولا ريسبيراتوري الكالوزس. يبقى محتاجين نحدد حاجه مهمه جدا، هي اسيدوزس ولا الكالوزس. دي اول نقطه. يبقى بنبص على البي اتش، لو البي اتش اقل من 35 735 يبقى اسيدوزس. طب لو البي اتش اكبر من 745 يبقى الكالوزس. دي اول نظره. ثم النظره الثانيه على ايه؟ على الاتش سي او 3 الماده القلويه اللي بالنسبه لنا هي الميتابوليك ماركر، والماده الحمضيه اللي هو السي او 2 اللي هو بالنسبه لي الريسبيراتوري ماركر. خليك فاكر كام نقطه مهمه، ان انا عندي السي او 2 ثاني اكسيد الكربون ده غاز حمضي، الاتش سي او 3 ماده قلويه دي بنسميها الميتابوليك ماركر اللي هي الاتش سي او 3، والغاز بنسميه الريسبيراتوري ماركر اللي هو السي او 2 حمضي وقلوي. حفظت النورمالات وتعالى بقى نفسر. وقلنا التقسيمه بتتقسم لحاجتين، اما بيكون عندي الحاله اسيدوزس يبقى النتيجه بتاعت البي اتش 735 فيما اقل يبقى اسيدوزس. طيب اكبر من 745 يبقى الكالوزس. عايزين نحدد هي اسيدوزس ولا الكالوزس، عرفنا هنحددها ازاي. طيب ايه اللي ممكن يخلي البي اتش اسيدوزس؟ ايه اللي يخلي الحاله عندنا في حمضيه في الدم؟ ايه اللي يخليها اسيدوزس؟ عندك حاجه من اتنين اللي بتحكم في العمليه دي، الماده الحمضيه اللي هو الغاز CO2 والماده القلويه اللي هي HCO3. طيب امتى الدم يبقى حمضي؟ عمليه حسابيه. الدم يبقى زياده حمضيته لو زاد الحمض عن الماده او النورمال رينج، لو زاد الحمض يعمل لك حمضيه، او ايه انت هتقول او يقل القلوي. ما هما الاثنين مع بعض بيعملوا بتوازن، اما يكون الحمض زياده فيعمل حمضيه، او الحمض نورمال بس الماده القلويه بتقل فتلاقي حمضيه الدم زادت. دول الاثنين اللي يعملوا ايه؟ اسيدوزس. يبقى الاسيدوزس تحصل لو الغاز زاد اللي هو الماده الحمضيه، او البيكربونات اللي هي الماده القلويه قلت. دول الحاجتين اللي يعملوا اسيدوزس. طيب انا هبص على البي اتش لقيتها 7 22 يعني اقل من 35 يبقى كده اسيدوزس.
حلو كده، اسيدوزس. قلنا يعمل حاجه من اتنين، اما الحمض زايد فيعمل اسيدوزس، او البيكربونات الالقلاين يقل فيعمل اسيدوزس برضه. يبقى خلاص احنا هي 7 5 7 22 يبقى اسيدوزس. هقوم رايح باصص على البي سي او 2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون. متوقع حاجه من اتنين، اول واحده ان لما ابص على البي سي او 2 ده الاقيه زايد، الاقي السي او 2 اللي هو الماده الحمضيه زايده. معنى ان الماده الحمضيه زايده احنا سميناه من شويه في الاول ايه؟ سميناه ريسبيراتوري ماركر. ما هو الغاز سي او 2 ده غاز داخل عن طريق الرئه، تنفس ريسبيراتوري يعني التنفس. فكانت المشكله في اللحظه دي لو بصيت على السي 2 ولقيته عالي اللي هو الغاز الحمضي وبالحاله 7 22 يعني حمضيه، يبقى في الحاله دي بنسميها ريسبيراتوري اسيدوزس، يعني حصل ان الدم بقى حمضي بسبب مشكله في التنفس. زي ما قلنا من المشاكل في الاول انسداد رئوي. فايه اللي حاصل؟ ان الغاز ثاني اكسيد الكربون بيتراكم في الجسم في الرئه، مش عارف يخرج بره الجسم بسبب الانسداد الرئوي، فلما يتراكم في الجسم السي او 2 وهو غاز حمضي قام عامل لك اسيدوزس. سميناها ليه ريسبيراتوري؟ عشان هي متحكم فيها الغاز. طيب انا ممكن دلوقتي الحاله 7 22 اسيدوزس، بصيت على السي او 2 الغاز لقيته نورمال. لقيته نورمال يعني كام؟ يعني من 35 ل 45 نورمال. طيب ازاي لسه في اسيدوزس؟ ما احنا قلنا الاسيدوزس ممكن يكون ال HCO3 هو اللي قل والنورمال بتاعنا CO2 عادي. طب بصيت على ال HCO3 اللي هي الالقلاين، الماده القلويه اللي بتعادل الحمضيه، لقيت الماده القلويه قلت عن النورمال، اقل من 22. النورمال من 22 ل 26، هي اقل من النورمال. في اللحظه دي هي الحاله اسيدوزس، بس ميتابوليك اسيدوزس. التاثير من ال HCO3 اللي هي الماده القلويه هي اللي قلت، وكنا مسمينها ايه؟ كنا مسمينها ميتابوليك ماركر. فلما ابص على ال HCO3 الاقيها اقل من الطبيعي والبي اتش 7 22 يعني اسيدوزس، نسميها ميتابوليك اسيدوزس. بالمثل لو حاله الكالوزس هنبص على البي اتش بتاعنا هنلاقي البي اتش مثلا 47. عشان يبقى الكالوزس البي اتش لو الكالوزس يبقى هو اكبر من 7 45. يبقى هنبص على البي اتش، البي اتش 7 47 من 100، يبقى كده الحاله دي الكالوزس يعني قلويه، الدم قلوي اكبر من 7 45 اللي هو النورمال، يبقى قلويه. القلويه تحصل امتى؟ حاجتين برضه بالمثل زي اللي قبلها، اما الماده القلويه تزيد يعني ال HCO3 يزيد اللي كنا بنقول عليه المادة القلوية، لو زايد يبقى هيعمل قلوية، زايد عن الطبيعي تلاقي الدم قلوي. أو إن المادة الحمضية اللي بتعادل القلوية اللي هي الغاز ثاني أكسيد الكربون CO2 أقل من النورمال، ساعتها برضو يعمل قلوية في الدم، يعمل الكالوزيس. طيب نبص بقى بصة سريعة، هتلاقي البي اتش 7 45، هتيجي تبص على البي سي او 2 اللي هو الغاز الحمضي تلاقيه اقل من النورمال. لو لقيت السي او 2 اقل من النورمال ساعتها بقول على دي ايه؟ هي الكالوزس. بس السي او 2 ده غاز ريسبيراتوري، بنقول عليه ريسبيراتوري ماركر، يبقى ساعتها بقول ان الحاله الكالوزس لان البي اتش 7 47 يبقى اكبر من 7 45. ببص على البي سي او 2 اللي هو غاز حمضي بلاقيه اقل من القيم الطبيعيه، اقل من 35، يبقى اذا الحاله دي ريسبيراتوري الكالوزس. طب لو بصينا عليه ولقيناه 7 47 اللي هو البي اتش، وجيت ابص على البي سي او 2 لقيته نورمال، وجيت ابص على الاتش سي او 3 اللي هي الماده القلويه اللي بنسميها الميتابوليك ماركر، لقيت الاتش سي او 3 اللي هو الماده القلويه عامله ايه؟ لقيتها عاليه هاي، اكبر من ايه؟ اكبر من 26، عشان الاتش سي او 3 النورمال من 22 ل 26. لقيت الماده القلويه اللي هي الاتش سي او 3 اكبر من 26 طالعه 28. ولقيت ان البي اتش 7 47 يبقى الكالوزس. بصيت على السي او 2 البي سي او 2 لقيته نورمال، بصيت على الاتش سي او 3 لقيته عالي، يبقى ساعتها الالكالوزس جايه منين؟ جايه من الميتابوليك، جايه من الاتش سي او 3 اللي هو الميتابوليك ماركر، فبقول على الحاله دي ميتابوليك الكالوزس. يبقى كده التقسيمه بتاعتنا عشان نعمل انتربريتيشن، ببص على البي اتش اما يكون اقل من 7 35 يبقى اسيدوزس، وقلنا ان هي تكون اسيدوزس يبقى في ميتابوليك اسيدوزس يبقى متعلقه بالاتش سي او 3، او ريسبيراتوري اسيدوزس متعلقه بالبي سي او 2 اللي هو الغاز الحمضي ثاني اكسيد الكربون. الجنب الثاني ان انا ابص على البي اتش الاقيها اكبر من 7 45 يبقى الحاله دي قلويه، الدم قلوي، يبقى ايه اسمها الكالوزس. تكون اما متعلقه بريسبيراتوري الكالوزس يبقى لها علاقه بالغاز اللي هو السي او 2، او ميتابوليك الكالوزس يبقى تكون متعلقه بالاتش سي او 3 اللي هي الماده القلويه اللي هي البايكربونات. ودي الحاله كامله اما تكون الكالوزس اما تكون اسيدوزس، ودي التقسيمه بتاعتها. لازم تبقى عارف النورمالات، لازم تبقى عارف تفسر الحاله كويس جدا. وطبعا في حالات اصعب بعد كده، في نورمالات تانية اخرى عشان
الجسم بيبدا يعمل عمليه اسمها الكومبنسيتد ميكانيزم، يعمل كومبنساتوري، بيعمل ميكانيزم كده عشان يعمل لي يعدل لك. لو الدم حمضي يبتدي يفرز مواد قلويه عشان يعدلها، فدي بيبقى بيحصل تغيرات عن الحالات اللي هي الستيبل الثابته اللي قدامك دي حالات ابنورمال ثابته، جسمك بيبدا يشتغل عليها علشان يفرز ماده حمضيه عشان تقلل القلويه، او لو هي قلويه يبدا يفرز ماده حمضيه علشان يعادلها، فتلاقي الحاله بدات تختلف عشان نعمل حاجه اسمها كومبنسيتد ميكانيزم بيكون لها تعليق تاني. لكن الانتربريتيشن التفسير والتعليق على الحالات زي دي، بص على البي اتش، بص على السي او 2، بص على الاتش سي او 3، تحدد البي اتش يقول لك اسيدوزس ولا الكالوزس، وبعد كده تبص على الاثنين اللي تحت، اما تكون ريسبيراتوري اما تكون ميتابوليك، ودي كده التفسير كله. احنا عملنا طبعا الموضوع كان كبير جدا وطويل ومحتاج تركيز وتكتب كل حاجه واحده واحده، بس احنا بدأنا ان الغازات لها دواعي معاملها، بعملها في ايه؟ في حالات الطوارئ، حالات انسداد الرئوي، حالات مشاكل التنفس، حالات الدي كي ايه اللي هي في عمليات الايض البناء والهدم مختلفه، فيحصل اما يحصل الدم يكون حمضي او يكون قلوي. وعرفنا نوع السمب المسحوبه على الهيبرين من السرنجه متهبرنه وبنسحب من الشريان الاي بي جي ومنطقه الرزغ. عرفنا كل البريكوشنز، عرفنا ايه هي البارامترز اللي بنستخدمها والنورمالات بتاعتنا، عملنا انتربريتيشن وفسرنا اكتر من حاله. كل التفاصيل دي كانت مهمه جدا، نركز كويس جدا، حلقه قويه ومهمه جدا. ولو في اي حاجه مش واضحه اسالني وهرد عليك، وان شاء الله يكون في حلقات تانية عشان نعمل فيها حلقات خاصه بالكومبنسيتد ميكانيزم او الكومبنساتوري ميكانيزم، عمليات التعويض والتعديل، علشان نفسرها برضو ان شاء الله، ويا رب تكون فهمت، ولو ما فهمتش اسال براحتك وهرد عليك. سلام.